بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. دلوقتي يا جماعه نعمل مع بعض المحشي اهو. بتنجان وكوسه وفلفل. قورناه وغسلناه كويس جدا عشان الكوسه طبعا بيبقى فيها ايه، ممكن يبقى عليها رمل، فلازم تتغسل كويس جدا قوي. غسلناها كام مره كده كويس جدا كله كده اهو يا جماعه. غسلناه كويس جدا قوي كام مره، وبعدين رجعنا عملنا ايه، جبنا ميه بملح وحطيناها فيها من بالليل للصبح اهو. وبعدين هنعمل فيه ايه بقى، حطينا اهو في الزيت على النار، نجحرك بقى كده شويه ياخد لون بس بسيط. يلا سيبناه ياخد ويدي شكل ودي اهو مع بعضه. وبعدين جينا هنا في البصل اهو في الزيت. احنا بنحب نكتر البصل للايه، للمحشي اهو. مش عاوزاه ياخد لون قوي يعني، ريحته تطلع معايا كده بس، الريحه بس تطلع كده عشان يبقى ايه كويس، انما اللون لا اهو. انزل فوقه كده بقى بايه، نزلت بقى في صوص الثوم اللي انا دقاه في الصلايه او البوني، مع قرنين شطه كده، واحد احمر واحد اخضر، ونزلنا بيهم اهو تشويحه. الله على الريحه الله اهو. وبعدين ننزل معاه بايه، بشويه بهارات المحشي مع مرقه دجاج مع شويه سكر اهو. تشويحه كده نحورهم مع بعض، وننزل بالطماطم اللي انا مسوياها بقى. نزلت بالطماطم اهي اللي انا مسوياها كويس، مع ايه، مع الفلفل الاحمر اهي. اهي ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، لا قوة الا بالله اهي. مسبكاها اهي مع فلفل احمر، ونسيبها بقى تغلي معاها شوية ونشوف هنعمل ايه. اصلا يا جماعة يا الطماطم اصلا مسبكة فبتغلي اهي اهي يا جماعة. ننزل عليها بقى بايه، بابريكا والملح وكمون، 7 بهارات وقرفة وكزبرة وفلفل اسود اهو. وطبعا احنا نزلنا بالسكر قبل كده مع البصل. هي مسبكة وغليت خالص اهيت، كمان غلوتين واطفي عليها بقى، ننزلها بقى. قلبناها يا جماعة، يا دوب تلوينة بس كده، تلوينة خفيفة كده بس ونطلعه. ودلوقتي اهو يا جماعة بنواصل اهوت، بنواصل تشويح الحاجة بتاعتنا اهي. وهنا اهو، بحيث ان تبقى الحاجة معانا ايه، حلوة كده، نعرف نمسكها مش طرية كده. الحاجة تبقى حلوة معانا نعرف نمسكها كده، مش تحمير تحمير لا، تشويح بس كده في الزيت كده. ودلوقتي يا جماعة جهزنا حاجتنا اهي، حمرنا الحاجة اهي. وادي الحلة جهزناها، حطينا فيها بصل وفلفل احمر وفلفل اخضر، ورشينا عليها الملح والكمون وشوية كزبرة اهو يا جماعة.
ودي الخلطة هي خلطة الرز ده اهي عملناها. الرز خلطة المحشي اهو. ويلا نحشي ونشوف هنعمل ايه. اهو يا جماعة بنحشي اهو، وبنرص في الحلة بالشكل ده اهوت. نكمل المحشي بقى ونرجع نشوف هنعمل ايه. ادي المحشي خلصناه يا جماعة، خلصناه حشي اهو، عبيناه اهو. احنا بننيمه كده، ما بنوقفوش في الحلة اهو. وادي الفراخ سلقناها اهي في حلة الضغط. هنشوف بقى نحط ايه على المحشي بقى. بنجيب شوربة بقى يا جماعة ونحطها على المحشي اهو. ما بنكترش يا جماعة القعد بتاعه قوي اهو، على اول السطر من تحت كده اهو يا جماعة، على اول السطر من تحت كده اهو. اهو يا جماعة لو شايفين اهو اهو اهو، على اول السطر من تحت كده. يلا نولع عليه النار بقى ونشوفه بعد ما ايه ما يغلي. طبعا مش هحط عليه حاجة من فوق، لان انا طبعا حاطة تحت على الفرشة في الارضية، حاطة التوابل وايه بتاع المحشي وكده، والحدق بتاع الشوربة حلو، فمش هحط عليه اي حاجة خلاص. اللي انا هحطه بس يا جماعة طبق مسطح صغير كده عشان الوسطانية بس كده. ونغطي بقى الحل. بحب احط الطبق ده عشان الوسطانية ايه، طبعا النار على الجناب والوسطانية مش قوي، فبحط الطبق ده عشان الوسطانية تستوي الاخرى زي الجناب. ودلوقتي يا جماعة المحشي بيغلي اهو، بيغلي بقاله شوية كده اهو، شوية كده ونبقى نهدي عليه. مش هنهدي عليه دلوقتي، كمان شوية كده. ودلوقتي يا جماعة المحشي بتاعنا خلص اهو. ايه رأيكم في شكله؟ وطعمه جميل جدا. وده معانا طبق سلطة اهو. ودي الفراخ البلدي بتاعتنا. ويا رب اكون افدتكم باي شيء، وفضلا وليس امرا لا تنسوا اللايك والاشتراك، واشوف وشكم على خير، ومع الف سلامة.